يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: إن لله تعالى أهلين من الناس، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الله أكبر. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. بس مين أهل القرآن؟ خدوا بالكم، هل هو فقط الإنسان اللي ممكن يكون زي الببغاء بيحفظ القرآن ولا يعمل به، ولا باين عليه أخلاق القرآن، ولا سلوكيات أهل القرآن، ولا معاملات أهل القرآن؟ لا، ده مش من أهل القرآن. لأن أنت ممكن تلاقي واحد حافظ القرآن كله من الألف للياء، تتعامل معاه أخلاق صعبة، معاملات سيئة، سلوكيات أسوأ من السوء. طب مثل هذا يقال إن هو من أهل الله وخاصته؟ مستحيل. إنما أهل القرآن يظهر ذلك على سمتهم، على أخلاقهم، على وجوههم، نور القرآن على وشوشهم، أخلاقيات القرآن في كلامهم، في سمتهم، في ابتسامتهم،